هي عملة ال50 قرش أو النص جنيه، واللي موجود على الوجه الإسلامي بتاعها جامع الأزهر. الجامع دوت لما اتبنى كان الهدف منه إنه يبقى منارة لتعليم الفكر الشيعي في مصر وتحويل مصر من المذهب السني للمذهب الشيعي. وقعدت 200 سنة مصر تحت الحكم الفاطمي المسجد دوت أو الجامع دوت بيدرس فيه المذهب الشيعي. ولما الدولة الفاطمية انتهت وبقت الدولة الأيوبية موجودة، أول حاجة عملها صلاح الدين الأيوبي إنه قفل جامع الأزهر خالص عشان خاطر يقضي على المذهب الشيعي في مصر. وتم إعادة المسجد دوت لأن هو يشتغل تاني في عهد الظاهر بيبرس في الأسرة المملوكية. الوجه التاني موجود عليه تمثال للملك رمسيس الثاني، واحد من أشهر الملوك اللي حكمت مصر في الدولة الفرعونية. وتحت على اليمين هنلاقي خرطوش صغير موجود فيه اسم من أسماء الملك رمسيس الثاني، والاسم دوت إن شاء الله هتلاقوه في أول تعليق تحت، الاسم النطق بتاعه بالفرعوني والترجمة بتاعته بالعربي.